أين اختفى إيدين زيكو؟ القصة بدأت في البوسنة، مهاجم طويل القامة ولكن ذكي قدام المرمى، كيعرف فين يوقف وفين يضرب الكرة بالضبط. علق مع فول سبورت الألماني، ومن بعدها مباشرة مشى لنادي مانشستر سيتي، وساهم في الفترة الذهبية الأولى للنادي الإنجليزي في البريمير ليج. الانفجار الحقيقي كان في الدوري الإيطالي مع روما، ومن بعده إنتر ميلان. أهداف، قيادة، وحضور قوي في الكالتشو والدوري أبطال أوروبا. تزيكو كان ديما مهاجم يعتمد عليه حتى في الأوقات اللي ما كانش عليه الأضواء مسلطة عليه بزاف. مع مرور الوقت اختار يكمل المسيرة ديالو بعيدا عن الدوريات الكبرى، وانتقل لنادي فينربخشة التركي. لعب لسنوات وللحظات، ثم عاد للدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا، قبل انتقاله في الموسم الحالي إلى نادي شالكا على مستوى الدوري الألماني في الموسم الحالي. اللاعب الذي كان قناص من أنصف الفرص.